فكرة السيت اب هي واحدة من الحاجات اللي أنا شايف إن هي مهمة بشكل كبير جدا لأي فريلانسر أو حد شغال من البيت، أو حتى لو حد لسه بيتعلم مهارة أو بيذاكر وبيحب إن هو يطور من نفسه. وده بكل بساطة، ودي حاجة خلينا نتفق عليها إن هي بتحسن بشكل كبير من إنتاجيتك. خلال حياتي ولحد دلوقتي أنا مهووس بفكرة بناء السيت ابس وبناء بيئات العمل، وبدأت تقريبا رحلتي في إن أشتغل من البيت أو إن أنا أتعلم حاجة زي البرمجة من غير أي سيت اب تقريبا. وقدرت خلال السنين إن أغير أكتر من سيت اب وإن أوصل لسيت اب الحمد لله محترم جدا. وطول الفترة دي كنت مهتم إن أشوف الناس التانيين بيبنوا ايه وايه فلسفتهم في بناء السيت ابس حتى الاجانب، وكنت بشوف حاجات على برنامج زي بنترست. ورغم اني مقتنع تماما ان فكره الانتاجيه بتنبع من الداخل، وفي فتره من حياتي ما كانش عندي سيت اب وكنت منتج جدا، ودلوقتي انا عندي سيت اب كويس وفي ايام ما بكونش موتيفيتد ولا بكون منتج ولا بعمل اي حاجه، الا اني واثق ان فكره بناء بيئه العمل بتساهم بشكل كبير. وكان ابو زيد عامل فيديو عن بناء بيئه العمل، وفعلا انا اجزم ان فكره ان انت يكون عندك سيت اب او عندك مكان بتشتغل منه الموضوع بيفرق في انتاجيتك حتى لو ما كنتش متحفز. في الفيديو ده انا هشاركك فلسفتي في بناء بيئات العمل، ازاي ان انت تبني سيت اب. وزي ما بقول احنا بنبني سيت اب علشان نكون منتجين، مش بنبني جيمنج سيت اب مثلا او بنبني سيت ابس من النوع ده. انت بتبني سيت اب علشان تكون منتج، علشان تنتج، علشان تشتغل من البيت، تتعلم مهارات، تذاكر. فده فلسفه السيت ابس اللي انا هتكلم عنها. هكلمك ازاي ممكن ان انا ابني سيت اب من الاول خالص لو كنت هبدا من الصفر. كل الحاجات اللي انا هقولها ممكن ان يكون ليها بدايل، وفي حاجات هتكون مثاليه بزياده وهتكون غاليه لدرجه ان هي اصلا مش عندي. انا هقول لك احسن سيت اب تقدر انت تعمله من وجهه نظري وانت تطبق الموضوع ده عندك. وفلسفتي وده اللي انا عملته، ان انت بتبني سيت اب بالامكانيات المتاحه عندك وتبدا ان انت تطور فيه مع الوقت. لو هبني سيت اب من الاول خالص، فاول حاجه هبدا بيها هي الكرسي. انا بكلمك حاليا وانا بلعب رياضه حوالي 3 ل 4 مرات في الاسبوع، ورغم كده فانا ظهري وجعني. وده كمان رغم اني استثمرت في واحد من افضل الكراسي في وقت من الاوقات في مصر. كان فعلا افضل كرسي تقدر انت تجيبه. وده اللي خلاني لازلت ثابت على الفكره دي، ان انا اول حاجه هطور فيها هو الكرسي. وممكن نختلف شويه لان ده مش الواقع هيفرض عليك ان انت لو حد بتتعلم مهاره او شغال من البيت، ان انت اول حاجه تطورها هو البي سي او الجهاز بتاعك. وده حقيقي وده الواقع وده اللي انا عملته. فعلا انا خليت الكرسي اول حاجه لان هو حاجه مهمه جدا. فكره ان انت تحافظ على صحتك دي من الاولويات. لو ظهرك وجعك ومش قادر ان انت تقعد على الكرسي ومتاذي وانت قاعد، فمش هتعرف تعمل اي حاجه اصلا. مش هتعرف تذاكر، مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تحضر ميتنجز، هتبقى متاذي ومتالم، وحتى مش هتعرف تلعب رياضه علشان جسمك يفك علشان ترجع لطبيعتك تاني. فدي فعلا اول حاجه هفكر فيها هي فكره الكرسي. تاني حاجه هفكر فيها هي فكره المكتب. وبرضه هتقول لي طيب ليه ما اخترتش فكره ان انت تطور البي سي؟ تاني حاجه انا هكون صريح معاك، الواقع بيفرض عليك ان البي سي او الجهاز اللي انت بتشتغل بيه هو اكتر حاجه انت هتهتم بيها، واكتر حاجه هتطورها بشكل سريع، هتطورها اول ما تجيلك الفرصه. بس الترتيب ده انا بقوله لان انا واخدها من منظور الصحه شويه، منظور الحاجه اللي انت هتخليك جسمك مرتاح. في الواقع انت هتطور الجهاز الاول او ده اللي المفروض ان انت تعمله. اما بالترتيب اللي انا بقوله ده، دي الفلسفه اللي انا احب ان انا امشي بيها. المكتب في بنائه انت لازم تعتمد على فلسفه معينه، ان الطول بتاعه يكون بشكل معين بحيث ان انت القعده تكون مرتاح فيها، ما تكونش قاعد بزاويه زي كده يكون المكتب عالي، فده غلط على كتفك. انت لازم تكون قاعد حاطط ايديك بشكل مرتاح، بتقدر ان انت تتحرك وانت مرتاح. فدي الفلسفه الاولى او الحاجه الاساسيه في ان انت تبني مكتب. افضل مكتب تقدر تشتريه، وده زي ما قلت لك في الاول ان في حاجات انا هقول لك عليها انا اصلا ما عملتهاش، هو المكتب اللي انت بتقدر تطلعه وتنزله بحيث ان انت حتى تقدر تشتغل وانت واقف، ودي ميزه رهيبه جدا. لكن لان المكتب ده مكلف شويه، فبكل بساطه اللي انت بتعمله في ابعاد معينه بتقيسها بناء على طولك وبناء على الكرسي اللي عندك، فانت بتطلع ان المكتب لازم يكون بطول معين. فده على الاقل اعمله بحيث ان انت لما تقعد وانت شغال تكون مرتاح في الشغل بتاعك، ما تكونش عامل ايديك لفوق او عاملها لتحت، فده هيأذي كتفك. ففي مقاسات معينه ممكن ابقى اسيبها لكم، هتقدر انت تاخدها وتبني بيها المكتب بشكل مناسب بحيث ان الارتفاع بتاعه خصوصا يكون بشكل كويس. وزي ما قلت لكم المكتب المثالي هو المكتب الكهرباء اللي انت تقدر تظبط الارتفاع بتاعه بالشكل اللي انت حابه. بالنسبه لي كان عندي مكتب قديم جدا وقدرت ان انا اجدده واغير لونه واداني الاداء اللي انا عايزه، وغيرت بس الطول عشان اوصله للطول المناسب ليا اللي انا بقدر ان انا اقعد وانا مرتاح. فحتى ما اضطريتش ان اشتري مكتب جديد وغالي معمول بخامات معينه. المكتب ده معايا بقاله سنين ومؤدي الغرض بشكل كويس جدا لحد ما نجيب المكتب الكهرباء ان شاء الله. طيب ثالث حاجه كنت خطط لها او هستثمر فيها هو الجهاز نفسه. انا جربت الماك وجربت الويندوز، بحب الماك بره بحب الويندوز في البيت. ايه اللي انا هعمله لو كنت اخطط لحاجه زي كده؟ البي سي او التجميعه، انا كنت هعمل تجميعه، ما كنتش هجيب كيسه استيراد او كده، وده انت ممكن تعمله مفيش مشكله، بس انا برضو لازلت بتكلم على الحاجه المثاليه. فانا كنت هعمل تجميعه محترمه جدا، والحاجه اللي انا كنت هخطط لها مش التجميعه نفسها، انا كنت هخطط للشاشات. فكره الشاشات هتكون ازاي؟ لان احنا عندنا 3 اساليب
عيب انا مقتنع بيهم في فكره الشاشات لو انت عايز تشتغل بشكل مرتاح. الاول هو ان انت تجيب شاشه كبيره جدا، تجيب شاشه كبيره، فالشاشه دي انت تقدر انت تشتغل عليها بكل اريحيه. انا شايف ان ده مناسب جدا وحلو، فكره ان انت تبقى عندك شاشه واحده بس هي اللي انت بتعمل عليها كل حاجه. انا شايف ان ده كويس جدا. الاسلوب الثاني ان انت تجيب شاشتين بس بيكونوا اصغر في الحجم واكيد ارخص، وده انا شايف ان هو ضروري الصراحه لاي حد شغال في الايديتنج في البرمجه. يعني بالنسبه لي في البرمجه بكتب الكود وبشوف النتيجه في نفس الوقت، في الايديتنج بعمل ايديت على جهاز وفي نفس الوقت بيكون الفيديوهات اللي انا شغال عليها او المؤثرات الصوتيه او البي رولز او كده موجوده على الشاشه الثانيه، فبقدر ان انا اشتغل بشكل سريع بدل ما اقعد كل شويه اقفل الجهاز. حتى في البرمجه زمان كنت اقفل البرنامج انزله تحت واروح اشوف النتيجه، فده ممل. يعني هنا انت بتضرب خطوات زياده. في الاسلوب الثالث وده اسلوب ادفانسد قوي وما حسيتهوش، وكان في ناس عملوه في فتره وبعد كده لقيتهم رجعوا عنه، ان انت يكون عندك 3 شاشات. ده لو حد شغال في ناسا ممكن، بس الصراحه الاسلوب ده ما حسيتهوش قوي، وحتى الناس اللي عملوا كده مع الوقت حسيت ان هم رجعوا عنه او لقيت ان هم غيروا السيت اب ان هم شالوا الشاشه الثالثه. دي بتكون 3 شاشات موجودين، فانت حرفيا شغال معاك كل حاجه، بتلعب في كل حاجه. فالموضوع بيكون انا شايف ان هو جامد بس مش حاسه مفيد، مش حاسه عملي، بل ممكن ان هو يكون مشتت ليك. بالنسبه لي رحت الاسلوب الشاشتين، كان ارخص، ادى الغرض بتاعي بزياده او مش بزياده، ادى الغرض بتاعي بشكل ممتاز جدا. بس فعلا الفتره دي بدات افكر فكره ان انا اجيب شاشه واحده بس تبقى هي اللي قدامي، يبقى عليها كل حاجتي، يبقى الريزولوشن بتاعتها او الجوده بتاعتها افضل. رابع حاجه انا دايما ببص عليها في اي سيت اب او في اي بيئه عمل هي مصدر الاضاءه الطبيعي. الموضوع ده ممكن ما يكونش حاجه اساسيه لناس كتيره، بس بالنسبه لي بحس ان هو حاجه ضروريه جدا ان انا يكون عندي مصدر اضاءه طبيعي بيدخل لي الشمس. حتى في ايام لما بصحى فيها بدري قوي، فكره ان الشمس تدخل عليك كده تعمل لك دفى وانت قاعد بتاخد كوبايه الشاي بالنعناع بتاعتك، فده بيكون ليه تاثير مختلف، يعني تحس بشيء مختلف. فكره ان الهواء الطبيعي داخل الاوضه انا بحس ان دي حاجه ضروريه جدا، ما اقدرش ان انا استغنى عنها. شفت ناس كتير عاملين سيت ابس ممتازه من غير مصدر الاضاءه الطبيعي او مصدر الهواء الطبيعي، ودي حاجه انا بستغرب لها، يعني ما ببقاش عارف هم عاملينه ازاي، وفعلا بيبقوا عاملينه كويس بس انا ما احسهمش. يعني انا احب يكون في مصدر اضاءه او مصدر هواء طبيعي واتحكم فيه، اقفله افتحه، بس فكره ان الشمس بتدخل لك والهواء الطبيعي بيدخل لك شايف ان دي حاجه ضروريه جدا. فدي من ضمن الحاجات اللي انا بحطها دايما في اولوياتي، ان انا يكون عندي مصدر اسمح فيه للشمس والهواء الطبيعي ان هم يدخلوا عندي الاوضه. طيب خامس حاجه بدور عليها، ولا مش الاضاءه اللي انت شايفها دي، لا مش الاضاءه، خامس حاجه بدور عليها هي مكتبه الم فيها حاجه. انا شايف ان الموضوع ده ضروري جدا، وهو في حاجتين، في المكتبه وفي فكره الحاجات الشيء اللي هو فيه دراج بتقدر انت تفتحها وتقفلها بحيث ان انت تلم فيه حاجتك. انا شايف ان انت مع الوقت لو عملت سيت اب فمع الوقت بيكون عندك كراتين زياده بتاعه الماوس بتاعه كيبورد، اشتريت حاجه جديده، فالحاجات دي يا اما هتترمي في الاوضه، مش هتلاقي مكان صدقني تحطها بره الا لو عندك مساحه كبيره، يا اما هتترمي في الاوضه، والاوضه مع الوقت هيبقى شكلها وحش جدا، وهيبقى الزاويه اللي انت قاعد فيها كويسه والزوايا الثانيه هتلاقيها عشوائيه ومش منظمه. فبالتالي الحاجات اللي زي كده المكتب وفكره الحاجات اللي فيها الادراج تقدر انت تلم فيها الكتب، الكشاكيل بتاعتك، الاقلام، وكمان في الادراج بتحط الحاجات اللي انت مش عايزها مش هتستخدمها دلوقتي. الاسلاك انا عندي بالنسبه لي في حاجات زي سلك الانترنت جايب له باك اب، فجايب سلك تاني كبير فبحطه في الدرج ده لحد ما احتاجه. في ماوس عندي باك اب للماوس اللي عندي بحيث ان هو لو وقف ما عطلش اقدر ان انا اشتغل لحد ما اجيب واحد تاني. فالحاجات اللي زي كده هتلاقي ان هي مع الوقت بتكتر. كشكول خلص، اقلام خلصت، حتى ااحيانا بحب احتفظ بالاقلام اللي بتخلص. فالحاجات اللي زي كده لازم يكون في مكان تحطها فيه. فبالنسبه لي فكره المكتبه وفكره الشيء اللي انت بتفتحه بيكون فيه دراج ده، فدي حاجات اساسيه شايف ان هي مفيده جدا. المكتبه بالاسلوب ده هي جميله جدا بتدي شكل حلو، بس ما احسش ان هي اساسيه الا لو حد بيصور او عنده قناه يوتيوب او بيعمل محتوى، بتدي شكل حلو جدا. حاجه برضو من الحاجات اللي انا بحس ان انا ما اقدرش امشي من غيرها وناس كتيره طبعا بيعملوها، هي فكره الشجر الاخضر، ان انت تحط شجر اخضر في الاوضه. كل ما يكون شكله اقرب للطبيعي كل ما صدقني انت هتحسه، يعني هتحس ان هو ليه تاثير عليك، وده شيء حقيقي مش مبالغ فيه. ففكره الشجر الاخضر ده كل ما يكون شكله قريب للطبيعي، بل بالعكس لو قدرت ان انت تزرع حاجه، يعني بالنسبه لي بره في الشباك في شجره طبيعيه، منظرها حتى لما انا ببص بره بيبقى مريح للعين، عكس ما تبص مش عايز اقول ما تلاقيش حاجه بس منظرها بيكون حلو. فلو انت فعلا عندك بلكونه او عندك حاجه فاتح عليها الشباك، عندك اي حاجه تعرف تزرع فيه زرع طبيعي، فده هيكون انسب حل. الحل الثاني ان انت تعمل زي اخوك وتجيب الشجر بالاسلوب ده. الشجر ده مش غالي بس شكله حلو وبيدي فعلا انطباع وبيدي لمسه حلوه جدا للسيت اب. اخر حاجه ممكن اكون بدور عليها، وفي حاجه بالنسبه لي منهم ضروريه،
والحاجه الثانيه شايف ان هي اهميتها مش كبيره قوي، وهي الاضاءه بالنسبه لي تنقسم لقسمين: قسم عملي وهو الاضاءه اللي في السقف اللي هي الاضاءه البيضاء اللي المفروض ان هي بتنور الاوضه كلها، فده انا بحب احط اضاءه بيضاء. لو كان عندي رفاهيه زياده او امكانيه معينه او حتى كنت اعرف وقتها، كنت عملت ان الضوء بتاعها ما يكونش ابيض ثابت، لكنه يكون بيتغير من الابيض للاصفر بس. يعني فكره الار جي بي بالنسبه لي مرفوضه. فكره ان انا يكون عندي ضوء بيقعد يبربق كده تحس ان انت في دوشه او كده، دي حاجه من يعني لو هتديني فلوس مش هعملها. فدي حاجه بالنسبه لي، بالنسبه لناس تانيين مقبوله وضروريه، لكن انا بالنسبه لي بحب الحاجات البيزك الهاديه جدا، ما بحبش فكره الدوشه الكتير. ففكره ان في حاجه بتنور وتطفي كده دي بتسبب لي، يعني انت عايز تعمل بيئه عمل تكون قاعد هادي فيها علشان تعرف تفكر وتعرف تشتغل يعني تقضي على التشتت نوعا ما، تساعدك ان انت تكون منتج. فانا بحس ان هي نفسها بتشوش على الناس. فانا الاضاءه بالنسبه لي بتكون بيزك. فالاضاءه اللي في السقف بيضه، كنت احب ان هي تكون اصفر بحيث ان انا بالليل اشغل الاصفر بيكون اهدى. وانا عامه شخص مش ليلي، ما بشتغلش بالليل الا قليل قوي او للضروره القصوى. ودي استعنت فيها بحاجه تاني، فكره الاضاءات الصغيره او فكره الاضاءه الثانيه اللي هي برضو بتكون زي شكل بس في الاضاءه بتاعتها بتكون مريحه. وفعلا بالليل لو قفلت كل النور وشغلت بس الاضاءه الصفراء بيكون شعور حلو، بس ان انت في نوع من انواع الهدوء، بتحس ان انت بتقدر تفكر، فده شيء كويس. اخيرا انا حد مهووس بفكره السيت اب، وبتفرج على حاجات كتير وبقعد ادرس احيانا حاجات، واخلي شات جي بي تي يعمل لي صور لحاجات معينه، وادي له صوره الاوضه بتاعتي واقول له اديني افكار معينه. فالهوس الزايد ده وحش، لان انا جت في فتره كان عندي هوس زايد، فكنت بشتري حاجات كتيره مش غاليه بس حاجات صغيره بتضيف لمسات معينه، فوقفت ده تماما. فاللي انا مؤمن بيه، كوني شخص بدات زي ما قلت لكم من غير اي سيت اب، فاللي انا مؤمن بيه ان الواحد بيشتغل على حسب امكانياته اولا. ثانيا ان انت طور، يعني الموضوع هيفيدك، يعني فعلا هيأثر على نفسيتك، هتلاقي ان هو بيأثر في الانتاجيه بتاعتك. وفي فيديو اتعمل على قناه دروس اونلاين فكره بيئه العمل، الموضوع ده حقيقي. فكره ان بيئه العمل بتاثر عليك في ايام كتيره ما بكونش متحفز وبكون مشتت جدا وبيكون الموضوع بالنسبه لي صعب. لكن هنا فكره ان انا بدخل اوضه عارف انا بقعد على انهي كرسي، بفتح الكمبيوتر، بعمل ايه بعدها، ده بيساعد نوعا ما. ولو ان ده ما بيقضيش على التشتت بشكل كامل، لان حتى الكمبيوتر نفسه ممكن يكون مشتت، وده باخد له اجراءات تانية ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني ان شاء الله. بس في العموم الموضوع مفيد وبيساعد، والفيديو ده انا عرضت فيه فلسفتي، وانا مؤمن ان الموضوع مرن. يعني هو الموضوع مش قوانين ثابته، اذواقنا ممكن تختلف. في ناس ممكن تحب الار جي بي، ناس ممكن تحب البيزك زي ناس ممكن تتفق معايا جدا ان لازم مصدر اضاءه ومصدر ضوء طبيعي، وناس ممكن تختلف معايا جدا ان لا انا احب الاوضه تكون مقفوله تماما ما فيهاش اي مصدر اضاءه او مصدر ضوء طبيعي. فالموضوع مرن. بس انا عرضت وجهه نظري يمكن هي تفيدك وانت بتبني السيت اب بتاعك، وممكن ان احنا نعمل فيديو تاني عن فلسفه ازاي اصلا السيت اب بيساعدك ان انت تكون منتج. حابين ان احنا نعمل حاجه زي كده؟ قولوا لي في الكومنتات، ويا رب الفيديو ده يكون فيه افاده معينه فعلا، ان انا فعلا عامله. انا كان في اختيارات كتير غلط في فكره بناء السيت اب، فانا اختصرت عليك الوضع وحجمته في حاجات معينه بحيث ان انت لو هتبني سيت اب تركز فيها من وجهه نظري، وطبعا هتضيف اللمسات بتاعتك في النص. فان شاء الله الفيديو كان مفيد او ممتع، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.